كنت بامرّن بنوتة من كام يوم كده، فكنا بندردش هي بتحب إيه، بتتمرّن إيه كرياضات، يعني إيه هواياتها، وأنا ابتديت أحكي لها وافتكرت بقى أنا كنت باتمرّن إيه، وإيه أكتر رياضة كانت مميزة عندي. أنا وأنا صغير ما كنتش بطل في رياضة، بس اتمرّنت حاجات كتيرة جدًا، سباحة وهاندبول وباسكت، تنس، كاراتيه وفروسية، ولكن الحاجة الوحيدة اللي معلّمة في ذاكرتي وعلى طول بافتكرها، وأي حد بيسألني إيه أفضل رياضة أنت لعبتها، هي التجديف. هاحط لكم أي صورة يعني عشان أشرح لكم أو اللي ما يعرفش شكل التجديف ده يعني بيبقى عامل إزاي. هي بتبقى مركب رفيّعة، بيبقى فيها بقى 1 أو 2 أو 4 أو 6 حسب المركب تبقى عاملة إزاي، بيبقى فيها مقداف واحد لكل لاعب أو مقدافين، ولكن الرياضة دي يعني حاجة ما فيش أمتع من كده في الدنيا. الرياضة دي كنت بالعبها وأنا في إعدادي، الكلام ده كان سنة 2000، 2001. قعدت أتمرّن تقريبًا 3 سنين، حاجة غاية في المتعة والجمال بتخلّيك بدنيًا قوي جدًا، fitness ما لوش حل طبعًا، endurance رهيب، تدريب يعني إلى ما لا نهاية، ولكن كان فيها متعة مش طبيعية، إن لمّا تبتدي تتعلم وتبتدي تجري شوية، ويكون الteam اللي معاك قوي وخلاص أخدتوا على بعض، لأ لمّا وأنت بتجري بالمركب و وجنب النيل والجو طبعًا يعني ما فيش أحلى من كده، لا، لا، لأ، حاجة يعني مش طبيعية، أحلى رياضة في الدنيا. أنا جرّبت حاجات كتيرة جدًا، ممكن أكون لعبت مثلًا حوالي 10 رياضات، دي مميزة بطريقة رهيبة. الرياضات الجماعية بتخلّيك تتعلّم التناغم كده وإزاي تفهموا بعض وإزاي تبقوا فعلًا فريق واحد عشان تعرفوا تطلّعوا أحسن performance وأحسن أداء. إزاي تكون بتحترم المدرب بتاعك. طبعًا كُنّا بنخاف شوية منّه يعني هو كان شديد جدًا، ولكن من كتر ما أنت بتحبه، كنت بتستحمل منّه أي حاجة، أي عقاب هو بيدّيه لك لو اتدلّعت في التمرين وادّاك عقاب بتستحمله، عشان أنت بتحبه وعارف إن الراجل ده عايز يعمل منّك بطل واللعبة أصلًا صعبة جدًا وهي كلّها سباقات، فأنت كنت يعني بتموّت نَفْسك في التمرين عشان ترضيه قبل ما ترضي نَفْسك. فلأ الرياضة لا، لا، لأ، قمة في المتعة، وبالذات الرياضات اللي فيها فريق دي بتعلّمك حاجات كتيرة جدًا، وبتخلّيك تعرف إزاي تتعامل مع الناس، وبتخلّيك إزاي تعرفوا تبقوا ماشيين على sequence واحد كده عشان تطلّعوا أحسن حاجة. فلأ اللي عنده فرصة يجرّب الرياضة دي أو يخلّي ولاده يجرّبوها، لأ حاجة غاية في الجمال والمتعة وكل حاجة، بتدّيك كل حاجة في الدنيا. فدي كانت من أكتر الرياضات اللي علّمت في شخصيتي، وخلّتني فعلًا أبقى عايز أكمّل رياضة طول عمري، حتى لو مش هاعرف ألعبها، إن هي ما كانتش بالسهولة دي، أنا كنت بابقى في التمرين الساعة 5:30 ص، ولو كنت عايز تنزل مركب بس، لإن التمرين كان بيبقى فيه جري كتير أوي، وبعد كده fitness كتير أوي، بعد كده strength كتير أوي، وفي آخر اليوم خالص التمرين كان بيبقى حوالي 3 ساعات، بتنزل المَيّة أو يعني بتنزل مركب، فأنت أصلًا ما بتكونش قادر تأدّي. فلو أنت بقى كنت حابب بقى تاخد خطوة كمان بقى تطلع next level وتنزل مركب بس، لأ كنت بتروّح تنام لك ساعتين 3 وترجع تاني الساعة 15:00 ساعة أو ساعة ونُص مركب بس. فطبعًا كانت صعبة شوية، بس يعني اللي كان بيقدر يعمل كده كان بيعمل كده. طبعًا الكلام اللي أنا باقوله ده كان في الصيف طبعًا مش في وسط الدراسة يعني. لأ اللي قادر يودّي ابنه ياخد الexperience دي ويجرّب رياضة بالقوة دي يودّيه ومش هيندم، حاجة في منتهى الجمال اللي في الدنيا. الرياضة دي بقى من بعد لمّا كنت خلاص يعني ابتديت أدخل بقى في ثانوي وكنت خلاص هابطّل الرياضة دي، ابتديت بقى هنا أدخل الgym. ففي الفيديو الجاي إن شاء الله هابتدي أحكي لكم ابتديت في الgym إزاي، وإيه مميزاته وإيه عيوبه، وكان إيه اختلافه ما بين لعب الgym أو لعب الحديد، والاختلافات ما بين إن أنت تبقى بتتمرّن رياضة غير الgym أو رياضة جماعية.